عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ النهارده انا جايه لكم عشان اعمل لكم طريقه تخليل الفلفل البلدي. عشان احنا داخل علينا رمضان ان شاء الله، ربنا يجعله شهر سعيد علينا وبخير يا رب. ممكن نخلي الفلفل اللي هو الرومي برضو مفيش مشكله. انا حضرت كل حاجه اهيت ومنضفه الفلفل ومقطعاه، لكن هوريكم كمان حبه اهو. نجيب الفلفل ننضفه، لازم نشرخه من هنا كده عشان خاطر الميه والتخليل بتاعته ياخد الطعم، يعني يخش فيه. هعمل معاكم شويه اهو. لازم نقطعه من هنا كده، نفتحه فتحه كده اهو اهو. زي ما انتم شايفين كده بكده ابقى خلصت مقدار الفلفل اهو. اجهزه كده ميه مغلي، ونستنى 2 لتر ميه مغلي هنا كده في بطرمان، في شفشه زي ده كده، ونكون مجهزينه بس ما يكونش سخن، يكون خلاص برد، يعني هو مغلي بس يكون برد. ومعقمين كمان البطرمان بتاعنا اهو مجهزينه. نحط ايه بقى؟ نحط 4 معالق ملح في البطرمان هنا اهو. 1 2 3، هما 4، هما اساسا هما كلهم 4. ادي 4 معالق ملح، وكمان هنضيف معلقه سكر او معلقه ونص، لازم نضيفها في كل التخليل. وبعدين ندوب بقى، ندوب المحلول ده اللي احنا عملناه اهو لغايه ما يدوب خالص، لان ده المحلول اللي هنحطه في قلب البطرمان. نتاكد انه داب كويس الملح. اهو نبص على نفسنا كده. ده بقى ايه؟ ده كده كام قرن فلفل احمر على اخضر كده مدي اللون الاصفر، فرمتهم وعليهم ربع كوبايه خل او نص كوبايه خل. ودلوقتي هنجيب البطرمان بتاعنا اللي احنا معقمينه، ونحط فيه ايه؟ الفلفل كله اللي احنا جهزناه كده بالشكل ده. هو المخلل دوت من احسن المخللات اللي بتفتح النفس، يعني على السفرة او على الاكل احنا قاعدين، عشان خاطر ايه؟ بيبقى طبق كده محترم. نضغط كده بس ايه، هنحط معلقه هناخد معلقه من المحلول من الخلطه دي كده ونحط هنا. هو كله لما يتحط المحلول هيبقى كله ايه؟ هيبان الفلفل ده فيه اهو. كمان نضغط كده اهو، نحاول ندخلهم كلهم ونضغط بايدينا كده. كل كميه الفلفل اللي عندنا وكمان شويه المحلول دول. الخلطه دي الفلفل ده من الحاجات بالخل. نحط المحلول اللي احنا عملناه لغايه ما يتملي البطرمان بتاعنا. طبعا انتوا بقى لو عايزين تخلوا الكميه اللي انتوا عايزينها، لكن هي دي الطريقه. وبعدين معلقه السكر اللي حطيناها دي بتعمل على حفظ المخلل فتره طويله وتخلي طعمه حلو كده اهو. اهو يا حبايبي اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. ادي مخلل الفلفل. وبعدين يعني بعد ما نخلي الفلفل كده ندب البطرمان دبتين كده على اساس ان الفلفل اللي هو اللي احنا بشرينه او طحنينه في الكبه ينزل في جميع انواع في جميع اركان المكان. وادي الفلفل يا حبايبي اهو. وشوفوا انتوا عايزين اي حاجه اعملها لكم على القناه عندي تطلبوها مني ان شاء الله اعملها. وانا عايزاكم بقى تدعموني وتنضموا لقناتي وتعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.